يا جماعة، قبل ما نبدأ اضرب لايك وفولو بسرعة، لأن اللي هسمعكم دلوقتي مش هتسمعوه في أي قناة تانية. القصة بدأت من 1894 لما باحث فاكتوري اسمه إدوارد هارلو جه مصر بعد ما وصله ظرف غريب. الظرف مقفول بشمع فرعوني وعليه جملة واحدة بالإنجليزي القديم: The door opens again in 2025. يا نهار أبيض، باب مين اللي هيتفتح بعد 131 سنة؟ إدوارد وصل وادي الملوك ودخل مقبرة حور ساحة، وبعدها اختفى 3 أيام. 3 أيام يا جماعة، لو حد فينا يغيب 3 ساعات بنقلب الدنيا عليه. ده اختفى وسط مقبرة، ولما خرج شكله كان متغير، وشه أصفر وتعبان وماسك دفتر جلدي متسخ. سألوه: انت شفت ايه؟ قال لهم جملة واحدة: سمعت صوت. الصوت ده ما كانش صوت بني آدم، وبس كده. واتمشى والدفتر اختفى معاه. نص القصة ثانية واحدة. لو انت لسه مكمل معايا لحد هنا اضرب لايك وفولو يا معلم، عشان اللي جاي هيخليك تعيد الفيديو مرتين. نرجع للقصة. في سنة 2025 شاب مصري من فريق ترميم الآثار لقى الدفتر ظهر فجأة جوه مقبرة مهجورة. المصيبة آخر صفحة مكتوب فيها بخط مختلف تماما: أنا رجعت. والباب اتفتح والشاب اختفى. ما قالش كلمة، ما قفلش نور، ما فيش أي أثر له. العلماء بيقولوا يمكن خرج. يا عم خرج إيه؟ ده تليفونه وشنطته لسه في الأرض. وبعد اختفائه المقبرة بدأت تطلع نور ذهبي قوي كل ليلة جمعة. نور كأنه جاء من جوه، كأن حد شغل توربين طاقة فرعوني. الناس اللي راحت تصور رجعوا يقولوا إنهم سمعوا الحد بيتنفس، بس في المقبرة مفيش حد أصلا. آخر القصة ولحد دلوقتي الباب اللي اتفتح محدش عرف يقفله، ولا عرفوا إدوارد مر بإيه، ولا الشاب المصري راح فين، ولا الصوت اللي مش صوت بشر ده كان صوت مين. ولو عايزين الجزء التاني اضربوا لايك وفولو فورا، عشان اللي جاي مخيف بشكل يخلي المقبرة نفسها تقول بس يا جماعة.